اليوم يوم تاريخي تقوده المنظمة الدولية للإبل نعم. من خلال توثيق بطولات وإنجازات ملاك الإبل نعم. وتدوينها ومنحها شهادة شبيهة بشهادة الآيزو للعلامة التجارية اللي لها بعدها الدولي معتمد. المعتمد. نعم يا فواز. اليوم في كرة القدم فيه جدل كبير، النادي الفلاني كم عنده بطولة، الفريق الفلاني وش عنده من إنجازات، لكن في عالم الإبل كل شيء موثق من بدري أنهي الجدل وتولت المنظمة الدولية زمام هذا الأمر. فاصل قصير وأنا استضيف مالك الإبل ومالك الطامات والنجم الكبير عبد المحسن البعيجان وأمين عام المنظمة الدولية للإبل المكلف للإبل خالد العجمي. أول شهادة تصدر في هذا الاتجاه هي لقطامات وهي أمامنا من بداية الحلقة. فاصل قصير ونستقبل أبو عبد الله. اليوم قطامات صاحبة أرقام قياسية حتى بعد غيابها. الحمد لله. ماذا يعني لكم هذا الأمر؟ القطامات؟ نعم، يعني اليوم قطامات هي صاحبة سبق في الحصول على هذه الشهادة من المنظمة الدولية للإبل. والله أنا فخور. أول شيء الشكر للمنظمة الدولية على هالجهد الجبار، وهذا دليل أنهم يتابعوننا برئاسة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين الله يطول عمره. دليل أنه يتابع ملاك الإبل الشيء اللي حصلنا عليه اليوم بدون علمنا، يعني دليل اهتمام واضح، وأنا فخور بهذه الشهادة. كل الفخر. هذه بتخدمني إن شاء الله وتخدم قطامات، تخدم ملاك الإبل كبراند. اليوم قطامات يعني اليوم هذه شبيهة بشهادة الإيزو الدولية. نعم. اليوم علامة قطامات باتت خلاص. نعم. مع هذه بإذن الشهادة الله ثبتت يا أبو عارف موثق وأكثر، وخصوصا بعد الشهادة هذه دولية تمنحنا إبراز شخصية قطامات ومالك قطامات في العالم كله في المهرجانات الدولية، وهذا شيء يشكر عليه القائمين وعلى رأسهم الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين. أشكر كل الشكر الكثير اللي طلعنا للعالمية، وهذه النواة الأولى، والقادم إن شاء الله أنها أفضل بشيئة الله. يعني اليوم نتكلم عن هذا الاستحقاق. أولوية تاريخية حقيقة، والشهادة نمبر 1 من نصيب قطامات. الحمد لله. اليوم قطامات بدأت وحضرت موسم في الجمل وموسم في الفرديات أوقف خلال كورونا، وبعد ذلك بيعة شهيرة. صحيح. اليوم أنت رجل أعمال ورجل مال. الإبل الاستثمار فيها، حدثني في تجربتك من دخولك حتى خروجك في عالم المهرجانات. والله دخولي أول كان عندي إبل عيدية. نعم. بعدين الآن نشاهد مسيرة من مسيرات قطامات السابقة في النسخة الرابعة. وعبد الله كيف إبل عيدية؟ يعني قبل قطامات كانت إبل عيدية طبعا. نعم، بداوة. يعني بداوة أو أحسن من البداوة شوي. بعدين نعم. فكرت إني أدخل مجال مزايين الإبل، ودرست الموضوع من كل الجهات، واقتنعت أنه حتى فيها استثمار الإبل. وسبق ان صرحت وقلت الإبل سوق واعد تحت مظلة خادم الحرمين ولي عهده الأمين، خصوصا تحت رئاسة الشيخ فهد بن فلاح، محل آمن للاستثمار. وفعلا أنا من الناس اللي استثمروا في الإبل، والآن حتى متجهين إلى مزارع إنتاج بإذن الله، وهذا الدليل فيها استثمار. وبعت بيعات طيبة مثل ما قلت يا أبو عارف. نعم. نعم، هذا سوق استثمار واعد وفعلي. كم نسبة الربحية فيها اللي يهمنا احنا اليوم أبو عبد الله؟ والله الربحية طيبة. يعني قطامات جت وخذت الشلفة 30 وانتزعت النخبة. صحيح. وحضرت في الفرديات وأوقف المهرجان. هي أول من حصل على نخبة النخبة. أي نعم. هذه أولوية. أول من أخذ نخبة النخبة قطامات. كم سجلت قفزات بعد كذا؟ نعم.
كم سجلت قفزة بعد هذا المنجز؟ في أسعارها إيه الأسعار والله أكيد ضاعفت الأسعار. مضاعفة ولا نعم ولا تضاعفت نعم كثيرا؟ مضاعفة والله بكل صراحة، يعني لو بقارنها مع الأعمال التجارية في الزمن اللي هي مبالغ طائلة صراحة. صح أعمالنا التجارية برضو فيها بركة وخير وبركة، لكن قفزة الإبل خلال السنتين من تاريخ مشتراها إلى يوم بعتها ما تقارن في البزنس نهائيا. أرباح عالية جدا، يمكن سمعتوا بالسعر اللي احنا بعنا فيه، مربح جدا. نعم مربح. أرقام فلكية. نعم صحيح، أرقام فلكية. يعني البيعة يمكن سمعتوا يا أبو عارف أكثر من 100 مليون أبو عبد الله. يعني 120 مليون. 15 متن. نعم بعتها على أبو عامر ويستاهل، الله يوفقه ومسي عليه بالخير. وسوق واعد مربح. وأكثر المستثمرين الآن ورجال الأعمال بدأوا يحضرون في الإبل، لأنه شافوا الوضع على طبيعته. تستاهلون الطيب، تستاهلون. أبو عبد الله، الدرعية نعم شلون طلعت يعني عليك؟ قل له شلون طلعت عليك؟ لا، ماذا يعني لك أنت كمالك اليوم تملك نوادر، إن هالنوادر ولا الفرديات تكون حاضرة جنب قصر سلوى في الدرعية؟ والله يعني لي الشيء الكثير صراحة، فخر واعتزاز كون اني القطامات هي الوحيدة اللي دخلت هذا الصرح العظيم لآل سعود. هذا فخر ما له ثمن حقيقة، ما له ثمن عندي. نجاح باهر، جائزة يعني فوق ما تتصور عندي. نعم. اي نعم. كانت يعني ذروة التتويج؟ نعم كانت ذروة التتويج في الحضور. اي نعم صحيح. بعد أكيد السلام على خادم الحرمين الشريفين. أكيد والله يعني. طيب، في الفترة ذيك غيرت أسامي فرديات. اي نعم. وش سميتها أبو عبد الله؟ سميت العوجة الظاهر، وسمينا الدرعية. نعم. أيوة. طيب أبو عبد الله، اليوم أنت رجل أعمال، دخلت بتجربة نموذجية في تحقيق دخول في 30، حصول على الشلفة، حصول على الفرديات، وبعدين فرديات وغادرت. نعم. وش المعايير اللي أنت اعتمدت عليها كرجل أعمال حاط ملايين؟ وش الأساسيات اليوم؟ نصيحتك لرجال الأعمال القادمين. أول شيء، كيف اخترت زويد الشيباني وليش اخترته؟ الله زويد مسي عليه في الخير. أولا هو قبل اختاره صديق وأخ لنا. نعم. قبل فكرة المزاين. ويوم دخلنا المجال هذا براكان برضه انظر قوي وما قصر، وعبد الله يمشون في تجهيز المنقية. نعم. فعلا اتجهنا لنوادر الإبل وحضرناها ورتبناها ترتيب الزين. وأنصح تنصح إيه يعني اليوم في رجال أعمال جالسين يدفعون الفلوس ولا هم بيحققوا الأرقام. وش نصيحتك لهم أنت كرجل اليوم نموذج للمنقية اللي جت وحققت أرقام فلكية وغادرت؟ والله أنصحهم أول شيء بالاختيار المنظر اللي عنده خلفية، ومثلا زي ما تقول يورد النخب للمراكز الأولى. نعم. صحيح أنه في ناس دفعوا مال وما وفقوا، في خلل، المال موجود. نعم. خلل. المنظر له دور صراحة، والإبل اللي تجيبها لازم تكون إبل كفو، فرديات صحيح يشار لها بالبنان. نعم. عشان تضمن، وأكثر ضامن لك النظر صراحة، النظر له دور قوي. يعني هي معادلة، المال وحده لا يكفي، لازم النظر. نعم. النظر. وإذا جبت الإبل بعد ترتبها وتتعب عليها وتهتم فيها وفي مقيضها، في دبرتها، احنا والله من يوم نستلمها إلى اليوم أنا باقي قطامات عندي، لو تشوفها اليوم تقول بكرة بتزاين. نعم. المنقية اللي بالحجم هذا وبالمستوى هذا لازم تتعب عليها من ناحية مقيضها ومشتاها وترتيباتها.
غير حتى وانت جاي في الصياهد لها ترتيب ثاني. نعم. يعني هذا الأصول يا أبو نعم. عبد الله. هذا الأصول يا أبو عبد الله. إن قنيتها إن بغيت تشوفها تسرك، وإن بغيت تبيع ولا جاهزة، وإن بغيت تزاين ولا جاهزة. يعني بعض الناس يعني يقتن الحلال مثل ما تفضلت بقيم غالية، ويعني ما يهتم في ذاك الاهتمام اللي يسيب الحلال، فهذا هدر، يعتبر هدر. لا خطأ والله. أنا عندي باقي قطامات لو تجيها اليوم تشوفها تقول هذه بالزاين بكرة. أحسنت. ومواصلين معها من أول يوم شاركنا في المزاينات إلى اليوم. إلى اليوم تجيها تقول هذه بالزاين بكرة، وتستاهل منقية في حجم هذه. ورجل يدفع مال لازم يحافظ على حلاله، سواء بزاين ولا ما هو بزاين، أو بيبيع أو بيأجر، لازم تحافظ عليها.